السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد من قناة ابو غزالة. قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، كومنت، وتنزل تتفرج على كل الفيديوهات اللي جاية والفيديوهات اللي فاتت وكده. النهاردة هنتكلم بقى في اول حلقتنا عن سلسلة ليه عايز تشتري كاميرا. النهاردة اول حلقة وهنتكلم عن سلسلة نيكون. هنمسك نيكون بالتحديد. احنا عندنا عندنا كذا شركة، بس هنبدأ بشركة نيكون. النهاردة هنتكلم عن اول كاميرا، نيكون 3500 دي. طبعا دي كاميرا المبتدئين، انا هتكلم النهارده عن كاميرا المبتدئين. الكاميرا دي ليها سلسله، يعني ليها كذا سلسله، في 3100 3200 3300 لحد 3500 دي. الكاميرا دي احنا هنتكلم نقول ان دي مناسبه جدا للناس اللي هي عايزه تبدا تصوير، الناس اللي هي امكانياتها لسه بسيطه، ان هو نفسه يصور، نفسه يمسك كاميرا ويصور. الكاميرا دي فيها كذا خاصية كويسة جدا، من ناحية ان هي بتدعم 24 ميجا بكسل، يعني كويسة جدا، احسن من ان انت بتصور بموبايل. فيها الايزو بتاعها بيبدأ من 100 ل 256 الف، وفيها 11 نقطة فوكس، 11 نقطة فوكس. وطبعا بتشمل في تصوير الفيديو ان هي بتصور لحد 60 فريم، هي فول اتش دي. ومعاها كمان يعني سرعة الشطر بتاعها هو مش قوي جدا، مش زي الكاميرات طبعا اللي هي المحترفة وكده، بس دي بتبدأ معاك ان انت بتبدأ بكاميرا مبتدئ، دي اللي بتدخلك شغل الاحتراف بعد كده، دي بتتعلم عليها عايز تبدأ تصور منتجات. طبعا الكاميرا لما انت بتيجي تشتريها، طبعا انت لو في مصر او كده بتاخد في العلبة اللينس بتاعها اللي هو ال 1855. اللينس ده لوحده كويس كمبتدئ، ان اللينس ده فتحة العدسة بتاعتها في لما بتقل بتبقى فتحة العدسة اف 3/5، ولما بتعلى بتوصل ل5/6. دي برضو حاجة كويسة جدا، وتصويرها في العزل كويس. طبعا انت لما بتدخل في مجال التصوير اكتر بتحتاج معاها لينس 50 مللي. طبعا دي عدسة واسعة جدا، هي غالية، بس هتبقى مفيدة معاك بعد كده في التصوير وفي البورتريه وبالذات في العزل. كاميرا انا شايفها مميزة جدا. انا حبيت النهاردة بس اتكلم عن النوع ده. وكل يوم ان شاء الله الساعة 11 بالليل على اليوتيوب هتلاقوا فيه فيديو نازل، كل يوم هنتكلم عن كاميرا، يعني كل يوم هنمسك كاميرا معينة نمسكها ونقول ايه المميزات وايه العيوب. طبعا هي عيوبها مش هنقول ان ليها عيوب من ناحية المبتدئين، بس ما ينفعش واحد محترف هيشتغل بكاميرا زي دي. انت بتبدأ بدي، وهي دي اللي بتبدأ معاك، يعني ايه، كشغل، كبداية، كان انت نفسك تصور، ممكن تصور بيها يعني اعياد ميلاد بسيطة كده انت وعيلتك. يعني هي مميزة في الحاجة دي، بس هي متوفرة في مصر دلوقتي طبعا عشان انتوا عارفين الدولار والكلام ده كله. هي موجودة في مصر في كريم ستور في رينج ال15,000، يعني في $490. بس طبعا ده تخزين، يعني هي السعر الكاميرا ده عالي قوي بس عشان ده تخزين. حد هيقول لي اجيب تليفون احسن وجودة التليفون، هرجع اقول لك ان الاي بي اس بتاعها عالي جدا، السنسور بتاعها اعلى من الموبايل، يعني اعلى من الموبايل اللي هو مثلا ايفون 14 والكلام ده كله. تاخد كواليتي اعلى، بس ده في الاول وفي الاخر دي كاميرا. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده عن نيكون 3500 دي. وحابب اقول لكم ان شاء الله كل يوم هننزل بفيديو جديد عن الكاميرات وكده، وهنمسك سلسلة سلسلة. بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك، سبسكرايب، كومنت، وتنزل تتفرج على كل الفيديوهات وكل الفيديوهات اللي جاية. يلا، مع السلامة.